السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي Prep 1. الأخبار؟ الترم الأولاني خلص الحمد لله على خير، وأتمنى يكون المراجعة اللي احنا عملناها على القناة هالو ساينس فادتكم إن شاء الله في امتحانات الترم الأول، وأتمنى كمان إن انتوا تكونوا جبتوا درجات كويسة. منهج الساينس بيبقى محتاج مننا اهتمام أكتر، نذاكر بانتظام ونذاكر بتركيز. والساينس مادة شيقة جدا وجميلة إن شاء الله. أتمنى إن انتوا تستفادوا من الفيديو بتاع النهاردة، وهو أول درس في المنهج بتاع الترم التاني. المنهج بتاع الترم التاني احنا هناخد في اليونت الأولانية اللي هتتكلم عن الكيميكال سابستانسز أو المركبات الكيميائية أو المواد الكيميائية، وهناخد في أول ليسون الميتالز and non-metals. الميتالز هي العناصر المعدنية أو اللي كنا بنسميها في الجدول الدوري اللي هي لو فاكرين أول مجموعتين في الجدول الدوري كانت الألكالاين earth metals والألكالاي metals. وطبعا في بعض الميتالز التانية موجودة هنتكلم عنها بشكل مفصل أكتر في الدرس. والنون ميتالز هي كانت العناصر اللي كانت على يمين الجدول الدوري اللي هي العناصر الغير معدنية. والمفروض ان احنا في الدرس الاول هنا هنعرف الفرق ما بين الميتالز اند نون ميتالز وايه الكومباريزون اللي ما بينهم. في حاجات هتبقى عندكم فكرة عنها برضو من المنهج بتاع الترم الاولاني، وفي حاجات جديدة هنعرفها. هنبدأ على طول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف الفرق بين البروبرتيز بتاعة الميتالز اللي هي باللغة العربية اسمها الفلزات، والبروبرتيز اوف نون ميتالز اللي هي اللافلزات او المواد الغير فلزية او العناصر اللافلزية. طيب الميتالز طبعا اول فرق هنا ليه علاقة بالالكترونيك كونفيجوريشن بتاع كل element. الميتالز فاكرين برضو المعلومة دي احنا خدناها في الترم الاولاني. الميتالز هي العناصر اللي كانت ال number of electrons in the last energy level في الالكترونيك configuration بتاعها كانت بتنتهي ب 1 or 2 or 3 electrons. ان اي عنصر ميتال او فلزي بيبقى في الالكترونيك كونفيجوريشن بتاعه بينتهي ب1 الكترون او 2 الكترون او 3 الكترونز. ومدينا هنا مثال عنصر الصوديوم. طبعا نفتكر بسرعة كده مع بعض كالكترونيك كونفيجوريشن. احنا كنا لما بيبقى في الاتوميك نمبر عندنا 11، الليفل 1 اللي هو كان اللي فاكرين اسمه ايه كان كي، كان بياخد 2 electrons بيبقى saturated with 2 electrons. level 2 اللي هو كان L بياخد 8 electrons. والoutermost energy level اللي هو المستوى الأخير كان بيبقى فيه only 1. ده بالنسبة للصوديوم. فأي عنصر الالكترونيك configuration بتاعه بينتهي ب 1 or 2 or 3 electrons بيبقى من الميتالز. طب النون ميتالز بتبقى اللاست انرجي ليفل في الاتومز بتاعتها بتنتهي ب 5 or 6 or 7 electrons. لو فاكرين كنا بنقول دايما ان الميتالز او العناصر اللي بينتهي فيها الالكترونز ب less than 4 electrons بتبقى ميالة اكتر انها تفقد الالكترونات وتتحول لكاتاينز او الايونات الموجبة. على عكسه النون ميتال بتنتهي الاوتر موست انرجي ليفل ب 5 or 6 or 7 الكترونز. فبالتالي هي بيبقى اسهل لها انها تعمل جينز او اكتساب للالكترونز في الرابطة ما بين العناصر، وتبقى تتحول لايه لاناين. هو طبعا انا بفكركم بس بالحاجات بتاعت الترم الاولاني بس، دي معلومة كده بسيطة. المهم نبقى عارفين ان الفرق ما بينهم في الالكترونيك كونفيجوريشن ان في الميتالز الاوتر موست انرجي ليفل بتحتوي على 1 or 2 or 3 الكترونز. الاوتر موست انرجي ليفل في النون ميتالز بتحتوي على 5 or 6 or 7، ما عدا في بس عنصرين هما اللي هيبقوا بس فيهم اختلاف بسيط، بس هما برضو بيعتبروا من النون ميتالز. عنصر الهيدروجين، وده طبعا لانه بيحتوي فقط على الكترون واحد، فهو طبعا من الجازس وهو نون ميتال غير فلزي او غير معدني.
وعنصر الكربون لأنه بيحتوي على 4 إلكترون في الأوتر موست انرجي ليفل، فهو برضو من النون ميتالز. طيب ايه الاختلاف التاني؟ all of the metals are solids، كلهم بيبقوا مواد صلبة except mercury، ما عدا الميركوري أو الزئبق هو ال only liquid metal. ال only liquid metal هو عنصر الميركوري. يبقى all metals are solids except mercury it is the only liquid metal. طيب هنا النون ميتالز بتبقى gases or solids، يعني النون ميتالز بتبقى اما انها تكون solids في العموم او gases او غازات، ولكن في عنصر واحد من النون ميتالز اسمه البرومين. البرومين هو الوحيد اللي يعتبر only liquid non-metal. تمام، only liquid non-metal اسمه ايه؟ اسمه البرومين. تمام. نمبر 3 الاختلاف الثالث they are metallic luster او shiny. الميتالز بيبقى ليها سطح لامع، بتبان ان هي لامعة او بتعمل ريفليكشن لللايتس، بتعمل انعكاس للضوء عشان ليها سطح لامع، وده بسبب الالكترونات اللي بتكون موجودة حوالين الاتومز. تمام. هنعرفها بالتفصيل اكتر دي في الميتاليك بوند، انما نبقى عارفين ان الميتالز ليها ميتاليك لاستر او سطح لامع، انما النون ميتالز don't have luster، ملهاش سطح لامع، ولكن بيطلق عليها اسم الاوباك او المواد المطفية اللي هي ملهاش لمعة. تمام. طيب نمبر 3 الميتالز malleable ductile and formable. يعني ايه الكلام ده؟ malleable يعني سهلة الطي او سهلة التشكيل. ductile يعني برضو عندها ليونة، يعني بنقدر نستخدمها في الصناعات اللي احنا محتاجين فيها ان المعدن يبقى عنده قوام او ليونة نقدر نشكله تشكيل الصناعات المختلفة. وفورمابل برضو ان هي قابلة للتشكل او للتشكيل. انما النون ميتالز بتبقى not malleable or ductile، بتبقى brittle. النون ميتالز بتبقى ليها قوام جاف شوية، ما يعني لو اي خبط عليه او اي حاجة فيه بنلاقيها بتبقى هشة. يعني ايه هشة؟ يعني بتتشرخ او بتتكسر. تمام. زي الفحم مثلا، الفحم ده اللي هو كربون، بيبقى عبارة عن كربون. الكربون لو احنا جبنا قطعة فحم اللي هي مكونة من الكربون، عنصر الكربون، ودقيناها مثلا هنلاقيها اتفرفتت كده، دي كده معناها ان هي ايه؟ بريتل او هشة. انما مثلا لو جبنا معلقة مصنوعة مثلا من الالومنيوم، لو احنا حركناها يمين حركناها شمال، او جبنا مثلا سلك من النحاس حركناه يمين حركناه شمال، هنلاقيها بتتحرك معانا. ده دليل على ان هي ايه؟ malleable يعني عندها ليونة. تمام، على عكس النون ميتال او على عكس الكربون. طيب حاجة مهمة قوي كمان في الفرق ما بين الميتالز والنون ميتالز، ان الميتالز good conductor to heat وللإلكتريسيتي. يعني الكوندكتيفيتي بتاعة الميتالز بتبقى عالية، سواء كانت الكوندكتيفيتي أو الكوندكشن ده التوصيل ده للهيت اللي هي الحرارة، أو ل الإلكتريسيتي اللي هي الكهرباء. تمام. على عكس برضو النون ميتالز bad conductor of heat و bad conductor of electricity except ما عدا الجرافيت أو عنصر الكربون. عنصر الكربون هو الوحيد في النون ميتالز اللي بيبقى عنده قدرة أو بيبقى good conductor to electricity، عنده قدرة على التوصيل الكهربي. تمام. وعشان كده بيتم استخدامه في الدراي سيلز، الدراي باتري اللي هي البطاريات الجافة أو الحجارة الجافة. آخر نقطة في الفرق ما بين الميتالز and non-metals هي الميلتنج بوينتس. الميلتنج بوينت in metal بتبقى high melting point، بيبقى محتاجة عشان يحصل لها انصهار درجة حرارة مرتفعة. طيب زي examples زي ايه؟ صوديوم، كوبر، زنك، سيلفر، ايرون.
تمام. طيب النون ميتال بتبقى الميلتنج بوينت بتاعتها لو او منخفضة بمقارنة بالميتالز، والاكزامبلز بتاعتها كربون، سلفر، فوسفورس، برومين، ايودين. تمام. زي هنا هو الجراف ده بيورينا الفرق ما بين مثلا الايودين والسلفر. الايودين والسلفر شوفوا الميلتنج بوينت بتاعتها قليلة ازاي، اما بالنسبة للكبر والحديد الميلتنج بوينت بتاعتهم بتبقى مرتفعة جدا وعالية جدا. طيب في ازاي بقى الميتالز بتبقى عاملة ما بينها وما بين بعضها بوندنج؟ ازاي الميتالز بتبقى بوندنج ما بينها وما بين بعضها؟ في حاجة اسمها ميتاليك بوند بتربط ما بين الميتالز وما بين بعضها. طبعا زي احنا قلنا ان الميتالز بتبقى ليها خصائص ان هي solids، كلها solids except ايه؟ الميركوري زي ما احنا قلنا. طيب ال 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 الرابطة اللي بتربط ما بين الميتالز وبعضها وبتخليها عندها التشايني او بتخليها عندها القدرة على الكوندكتيفيتي للهيت والثيرمال انرجي. ايه بقى الرابطة ديت؟ الرابطة دي اسمها الميتاليك بوندنج. الميتاليك بوندنج بيبقى احنا طبعا عارفين ان الميتال او العنصر اي إليمنت بيبقى مجموعة من الاتومز. تمام. الاتومز دي بتبقى متكونة وهي عاملة اهي متجمعة جنب بعضها. تمام. وطبعا بما ان احنا قلنا ان الاتومز لو فاكرين طبعا في الاتوميك ستراكشر ان الاتومز كانت بتتكون من النيوكليوس اللي كانت بتبقى جوه وبتبقى surrounded by ايه؟ by electrons، وان الالكترونز دي كانت بيبقى عندها ايه؟ نيجاتيف تشارج. وقلنا برضو ان كل توزيع للالكترونز في الالكترونيك كونفيجوريشن لما كل مستوى طاقي بيبقى saturated with electrons بيبقى فيه في الاوتر موست انرجي ليفل او في المستوى الطاقي الاخير عدد معين من الالكترونات. وبرضو قلنا لسه في الجزء الاول من الفيديو ان في الميتالز بتبقى عدد الالكترونات 1 or 2 or 3. معنى كده ان في الاوتر موست انرجي ليفل بتبقى فيه الالكترونز اللي بتكون موجودة في المستوى الطاقي الاخير. الالكترونز دي بتخلي في اتراكشن ما بين البوزيتيف تشارج جوه الاتومز والنيجاتيف تشارج خارج الاتومز، وفي نفس الوقت بتبقى فيه ريبالجن ما بين او تنافر ما بين الالكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفلز لكل اتوم. تمام. التنافر ده بيخلي في حاجة اسمها الكترونيك كلاود او سحابة الكترونية. السحابة الالكترونية دي هي اللي بتسبب ان الميتالز بيبقى ليها تشايني سطح لامع او ميتاليك كلاستر، وبتسبب كمان ان هي جود كوندكتور او بتبقى ليها توصيلية عالية، وكمان بتسبب ان الترابط ما بين الاتومز بيبقى قوي جدا. الربط ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه الميتاليك كريستال لاتك، او بيبقى الارينجمنت ده بيبقى اسمه ميتاليك كريستال لاتكس. والرابطة اللي ما بينهم دي بتبقى اسمها الميتاليك بوند. ومن هنا نعرف ان الميتاليك بوند is the attraction force اللي هي قوة التجاذب between the positive metal ion and the negative valence electron. فاكرين لما اتكلمنا عن الفالنس في الترم الاولاني؟ كل حاجة بنعرفها بتفيدنا في المعرفة التانية بعد كده، يعني المعلومات اللي خدناها في الترم الاولاني بتساعدنا دلوقتي ان احنا نفهم اللي مطلوب مننا في الترم التاني. الفالنس الكترونز، فاكرين لما قلنا ايه هي الفالنس الكترونز؟ ان هي عبارة عن number of electrons in the outermost energy level in the element، عدد الالكترونات اللي موجودة في المستوى الطاقي الاخير لكل عنصر، وعلى حسب عددها بيبقى ايه؟ بيبقى مونوفالنت او دايفالنت او ترايفالنت، احادي التكافؤ او ثنائي التكافؤ او ثلاثي التكافؤ. مش هنكمل فيها كتير، المهم نبقى عارفين ان هي عدد الالكترونات في الاوتر موست انرجي ليفل. تمام. Some physical properties of metals are attributed to the fact that their atoms bind together through metallic bond.
زي ما قلنا ايه ان الميتاليك بوند دي بتدي للميتالز بعض الخصائص بتاعتها، زي ما قلنا الكوندكتيفيتي، وزي ما قلنا الميتاليك لاستر. كمان في حاجة مهمة قوي، الميلتنج بوينت. as the number of valence electrons in the metal atom increase، كل ما عدد الفالنس electrons بيزيد في الاتوم بتاعة الاليمنت او بتاعة الميتال، كل ما عددها زاد the strength of metallic bond is increase، السترينث او قوة الميتاليك بوند كمان هتزيد، وكمان هيبقى الميتال is harder، هيبقى المعدن هيبقى صلب اكتر، عشان كده الميلتنج بوينت بتاعته هتبقى اعلى. طب تعالوا ناخد مثال عشان نفهم. مدينا هنا ذرة الصوديوم، ذرة المغنيسيوم او ميتال الصوديوم، ميتال المغنيسيوم، ميتال الالومنيوم. ميتال الصوديوم قلنا ان الكونفيجريشن بتاعه ايه؟ هو الاتوميك نمبر بتاعه 11، يبقى 2 8 1. يبقى هنا الاوتر موست انرجي ليفل فيه only 1 الكترون، يبقى هو ايه؟ مونوفالنت. تمام، فانا عندي هنا الكترون واحد في المستوى الطاقي الاخير، وما بين وعامل الالكترونيك كلاود اللي ما بين الاتومز بتاعه الصوديوم في عنصر الصوديوم، فبالتالي الرابطه ما بينهم قويه وكل حاجه، ولكن درجه الحراره اللي هي اللازمه علشان يحصل له ميلتنج، اللي هي اللي اسمها الميلتنج بوينت، هي 98 درجه سيليزيه، قويه. بس لما عدد الالكترونات في الاوتر موست انرجي ليفل في المغنيسيوم بيزيد ويبقى 2، في الاوتر موست انرجي ليفل للمغنيسيوم هو بيبقى 2 الكترونز، هو الفالنسي بتاعته داي فالنت، فبالتالي النمبر اوف الكترونز دي هتبقى اكتر، والرابطة ما بين الاتومز في عنصر المغنيسيوم هتبقى اكتر، فبالتالي الميلتنج بوينت بتاعته هتبقى اكتر، هتوصل ل 650 درجة سيليزيوس. برضو الالومنيوم بلس 3 يعني ايه؟ يعني بيفقد 3 الكترونات في الاوتر موست انرجي ليفل اهو، لو فاكرين اهو الدوت الفان دوت كونفيجريشن، الثري الكترونز اللي موجودين حوالين الاتوم بتاعه الالومنيوم هتعمل سحابه اكبر من الالكترونات او الالكترونيك كلاود، هتعمل اتراكشن اكتر ما بين الاتومز بتاعه الالومنيوم وما بين بعضها، فبالتالي هيبقى هاردر اكتر او قوي اكتر، فبالتالي برضو الميلتنج بوينت بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى اكبر. يبقى هنا نتاكد ان the strength of the metallic bond increase with increasing the number of the valence electrons of the metal. تمام، كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالميتاليك بوند. المذاكرة يا ولاد ذاكروا كويس، حتى لو هنقسم الدرس الأجزاء اللي احنا هنا المعلومات بسيطة، بس أنا بستفيد شوية في إن احنا نفهم. نكمل الجزء اللي متبقي، فاضل جزء بسيط خالص هو بيتكلم عن ما يسمى بالالويز أو السبائك. يعني ايه alloys يعني انا بجيب one element or more، بجيب عنصر معدني او اكتر وبعمل ما بينهم mixture، بعمل ما بينهم خليط. الخليط ده ما بينتجش عنه اي chemical bonding او اي تفاعلات كيميائية، ولكن بينتج عنه mixture بتبقى الخصائص بتاعته مفيدة اكتر في الاندستري او في الصناعة. طب تعالوا نقرأ وناخد مثال عشان نفهم اكتر. Alloy is a mixture composed of melts of two or more metals. أنا جبت metal وميتال أو اتنين أو two metals، وعملت لهم melting أو سيحتهم وخلطتهم مع بعض، فأنا كده عملت mixture between two or more metals. تمام، طب ليه بقى أنا بعمل كده؟ البيور ميتالز لما يبقى فيه عنصر وحيد لوحده بيوري او يعني نقي بيبقى soft، بيبقى ناعم، almost unfit for industrial uses، ما بيبقاش لائق او مناسب لان احنا نستخدمه في الصناعات، الصناعات بتاعتنا او الاستخدام في الصناعة. عشان كده therefore one metal melt or more is added to another metal melt
to form what is known an alloy. فعشان كده بجيب اكتر من عنصر او عنصرين مثلا ليهم خصائص كويس قوية وبجمعهم مع بعض، بعمل لهم ميكتشر مع بعض، بعمل لهم طبعا انصهار الاول او ميلتنج الاول، وبعد كده اعملهم مع بعض حاجة اسمها alloy او سبيكة. whose properties الخصائص بتاعتها are differ from the properties of the original elements forming it. يعني عنصر لوحده ليه خصائص معينة، العنصر التاني ليه خصائص معينة، لما اعمل لهم ميلتنج واجمعهم على بعض بيطلعوا خصائص تانية مختلفة عن العنصرين التانيين. تمام. فالالوي are mixture not compounds، ما بتبقاش عناصر، يعني ما بيحصلش ما بينهم تفاعل، هم بيبقوا mixing مع بعض. thus most of them are not expressed in molecular formula. لما نلاقي alloy او سبيكة ما بيبقاش ليها molecular formula زي الكومباوند. تمام. لو خدتوا بالكم احنا هنا بنعمل two metals. فاكرين الكومباوند كنا بنقول انها بتحصل ما بين ميتال اند نون ميتال. الكومباوند اللي خد البوند كنا بنقول في الترم الاولاني برضو كنا خدنا في الكيميكال بوندنج الايونيك بوندنج والكوفالنت بوندنج. تمام. الحاجات دي بتحصل بين الميتالز والنون ميتالز، انما هنا الالوي دي عبارة عن تو ميتالز مع بعض، الاتنين هما الاتنين ميتالز، فالاتنين ما بيحصلش ما بينهم تفاعل كيميائي او رابطة كيميائية، الاتنين بيحصل ما بينهم ميكتشر. تمام. هنا خدنا المثال على البرونز الوي او سبيكة البرونز. بتتكون من ايه؟ بتتكون من 95% كوبر and 5% من عنصر اسمه التن. تمام. البروبرتيز بتاعتها ان هي characterized by being harder، تبقى harder than copper، اقوى او صلبة اكتر من النحاس لوحده، and resistant to rusting، يعني مقاومة للصدأ. doesn't rust يعني مقاومة للصدأ، ما بتصديش. والuses بتاعتها it is one of the well-known alloys used in jewelry, medals and states، اللي هي التماثيل والجيولري اللي هي المجوهرات، والميدالز اللي هي الميداليات اللي بتستخدم في تقييم او تكريم اللاعبين. تمام. من اهمية الميتالز لازم يبقى في عندنا حاجة اسمها الميتال ريسايكلينج. دي من اهمية الميتالز. ريسايكلينج يعني ايه؟ ريسايكلينج ده عبارة عن بروسيس، يعني انا باخد الميتالز اللي بتبقى مخلفات وبعمل لها ريسايكلينج. طب ايه هي الريسايكلينج؟ is the process of the conversion of the wastes into new usable substance. انا باخد الويست بتاعة الميتالز وبعمل لها ريسايكلينج، يعني اعادة استخدام او اعادة تدوير، وبطلع منها usable substances، يعني مركبات او مواد اقدر استخدمها تاني بشكل افضل. طب ايه فايدة ان انا اعمل الريسايكلينج دي؟ اول حاجة بعمل decrease of their abundance، يعني بقلل الفقد بتاع الميتالز اللي موجودة في الارض، لان انا بستخدمها وبعيد استخدامها، وكمان بقلل الويستس اللي موجودة في الارض، فبحافظ على ايه surrounding environment حواليا. difficulty of extracting them from their ores. الميتالز دي عشان اعمل لها extraction او استخراج من الارض بتاخد مني وقت، بتاخد مني مجهود، بتاخد مني كوست، فلما بعمل اعادة تدوير للي موجود بالفعل بيبقى افضل من ان انا اعمل استخراج جديد من الارض. اخر حاجة ان اللور كوست بتاع الريسايكلينج، الكوست ده بتاع التصنيع والتعدين وكل ده بيبقى افضل او اقل لو انا عملت ريسايكلينج للويست اليمنت او للويست ميتالز اللي موجودة في البيئة. كده احنا خلصنا الدرس الاول في منهج بريب 1. الدرس اللي جاي هنحل فيه اكسرسايز على الليسون 1 وهنتعود على كده على طول ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، واعملوا اشتراك لقناة هلو ساينس، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.